بيبدأ مسلسلنا ببنت جميلة اسمها جيون اللي في الأصل مدعية عامة، كانت شغالة في مهمة سرية علشان تقبض على عصابة إجرامية خطيرة جدا. بس أثناء العملية دي بيحصل لها حادثة خطيرة وبتفقد ذاكرتها بالكامل. ولما جيون بتفتح عينيها في المستشفى الدكتور بيقول لها إن هي مش فاكرة أي حاجة عن نفسها. وعادة في الظروف دي الشرطة كانت تقدر تتوصل لهويتها عن طريق البصمات وترجعها لعيلتها. ولما جيون سمعت كده جالها شوية أمل، بس الدكتور بيقول لها إن بصماتها كلها متضررة ومتدمرة تماما، فبالتالي حاليا مش ممكن التواصل لهويتها. الشرطة كمان حققت في المكان اللي لقوا فيه جيون، بس المنطقة كانت مهجورة جدا وما لقوش في هدومها أي حاجة تساعد إن هما يعرفوا هي مين. والدكتور بيشرح لها إن الذاكرة لو ما رجعتش فبعد فترة ممكن تترحل لدار رعاية حكومية وهناك هتبدأ حياة جديدة تماما. فلما جيون بتسمع الكلام ده بتقلق وبتتضايق وبتبص على نفسها في المراية باهتمام وبتحس على الأقل براحة لأن هي جميلة وبصحة ممتازة. بعد كده بتبدأ تتكلم مع نفسها، يمكن لما تشوف وشها أو تسمع صوتها ترجع لها أي ذكريات قديمة، بس مفيش أي حاجة بتيجي في دماغها. وفي الأول المرضى التانيين في المستشفى بيشوفوها وهي بتتكلم مع نفسها وبيفتكروها غريبة، بس بعد حوالي أسبوع الكل بيفهم حالتها ومحدش بيركز مع تصرفاتها دي. وفي الوقت ده عشان ترجع ذاكرتها جيون بتفكر في فكرة غريبة جدا، بتتخيل إن لو خبطة جامدة في دماغها هي اللي طيرت الذاكرة فممكن خبطة تانية هي اللي ترجعها. وبناء على التفكير ده بتجري على طول ناحية الحيطة وبتخبط دماغها فيها، والخبطة بتكون شديدة لدرجة إن هي بيغمى عليها وبتقع مكانها. وبعد شوية وقت لما بتفتح عينيها الست اللي في السرير اللي جنبها بتقول لها إن وانتي مغمى عليكي في ولد جه يسأل عليكي، وكان باين عليه القلق والتوتر وهو بيدور عليكي. فأول ما بتسمع كلمة حبيبها حماس جيون بيزيد جدا، وبحسب كلامها بنت جميلة زيها طبيعي جدا يكون ليها حبيب وده شيء عادي جدا. وفوق ده كمان باقي الستات اللي في الأوضة بيقولوا لها إن الولد ده كان وسيم جدا لدرجة إن هما من أول نظرة افتكروه ممثل. ودلوقتي جيون بتبقى مستنية رجوعه بفارغ الصبر عشان لو بجد هو خطيبها فممكن هو الوحيد اللي يقدر يقول لها هي مين وحياتها القديمة كانت عاملة ازاي. بعد كده كل ما باب الأوضة يتفتح جيون تبص ناحيته بلهفة وأمل، وأول ما ولد بيدخل بيطلع ابن الست اللي جنبها. فجيون بتتأثر وبتحس بالإحباط تاني. وبعد شوية وقت الدكتور في الآخر بيجيب معاه ولد اسمه تاي وبيكون ملاكم. فأول ما جيون بتشوفه بتسكت وبتتنح لثواني، لأن بسبب كلام الستات كانت متخيلة واحد زي نجوم السينما، بس اللي واقف قدامها دلوقتي تاي اللي بشنب. وتاي بيسألها لو كانت عارفاه وبيقول لها على اسمه، بس جيون بتقوله فورا إن هي مش فاكرة أي حاجة، ومن ملامح وشها كان باين كمان إنها يمكن مش عايزة تفتكر الراجل ده أصلا. فتاي بيقعد جنبها وبيبدأ إن هو يحكي لها عن حياتها وبيقول لها إن سنها 33 سنة وإن هي شغالة في محل التوفو بتاع جدته وهما الاتنين في علاقة مع بعض بقالهم سنتين. ومش بس كده دول كمان كانوا هيتجوزوا، بس جيون مش بتصدق كلامه على طول وبتطلب منه إثبات. فتاي بيوريها صورة قديمة ليهم هما الاتنين مع بعض من كام سنة، وبيشرح لها إنه هو بيدور عليها تليفونه ضاع وكل صورهم الجديدة كانت عليه، فعشان كده الصورة القديمة دي هي الوحيدة اللي فاضلة معاه. وبيقول لها كمان إن هي كانت رايحة تقابل صاحبة ليها وأثناء ده حصلت الحادثة. فجيون بتقوله لو انت بجد حبيبي ليه ما بلغتش عيلتي لحد دلوقتي. فتاي بيرد عليها وبيقول لها ان هي ما عندهاش عيله لان هي اتربت في ملجأ ايتام من وهي صغيره. فلما جيون بتسمع كده بتزعل اكتر واكتر وبتقعد تفكر ان بعد ما عاشت 33 سنه من عمرها ما عندهاش ولا اب ولا ام ولا اصحاب قريبين ولا حتى بيت عدل ولا شغلانه قيمه. وبتروح للدكتور وبتسأله هو المستشفى بتسمح لأي راجل ياخد مريضة لمجرد إنه جه وقال إنه خاطبها. فالدكتور بيشرح لها إن تاي جاب معاه أدلة موثقة جدا بتثبت علاقتهم، فعشان كده مفيش سبب يخليهم يشكوا فيه. فدلوقتي جيون ما عندهاش خيارات تانية كتيرة، فبتبدل هدومها وبتجهز علشان تمشي مع تاي. وكان عندها أمل إن يمكن لما تعيش معاه وترجع لأماكنها القديمة ترجع لها شوية ذكريات. بس بعد ما بتطلع من المستشفى بتكتشف إن تاي بدل ما ياخدها في سيول واخدها لقرية صغيرة بعيدة جدا عن المدينة. فجيون بتسأله هما ازاي مش عايشين في سيول وعايشين في القرية الصغيرة دي. فتاي بيقول لها إن هما كانوا ساكنين الأول في سيول بس نقلوا للقرية دي من حوالي شهرين. وأول ما بيوصلوا القرية جيون بتلاحظ إن تقريبا كل شخص هناك مرتبط بشغل التوفو بشكل أو بآخر. وفي الطريق 3 ستات من القرية بيتعرفوا على تاي وبيشوفوا جيون وبيسألوها هي دي خطيبتك اللي جبتها القرية من شهرين علشان تتجوزها. وكلامهم بيقوي قصة تاي أكتر، بس جيون بدل ما تفرح بتتقفل وبتتضايق أكتر لأن قلبها لسه مش راضي يصدق إن الملاكم أبو شنب ده ممكن يكون بجد حبيبها.
وتاي بياخدها لمحل التوفو بتاع جدته، بس هناك بتعرف إن الجدة عندها زهايمر وهي نفسها مش فاكرة حاجات كتير. وبعد كده بياخد جيون للبيت اللي بحسب كلامه هما الاتنين عايشين فيه من شهرين، وأول ما بيقربوا من البيت الكلب بيبدأ إن هو يهوهو على جيون، وجيون بتاخد ده كإثبات فورا وبتقوله لو أنا بجد عايشة هنا الكلب ده كان اتعرف عليا. فتاي بيتوتر وبيقول لها إن ده أصلا مش كلبهم وإن ده كلب من كلاب القرية اللي بتلف هنا وهناك. ولما بيدخلوا جوه البيت شك جيون بيزيد أكتر، مش حاسة إن أي حاجة جوه على ذوقها أو ستايلها، وبتقول لنفسها مستحيل يكون ذوقي وحش للدرجة دي. بعد كده بتسأل تاي هما اتقابلوا إزاي أصلا وإزاي وقعت في حبه، فتاي بيألف قصة وبيقول إن هما اتقابلوا لأول مرة في الجبل لما جيون خافت من الضفدع وهو أنقذها، وبحسب كلامه جيون هي اللي مشيت وراه وطلبت إن هما يرتبطوا. بس جيون بتقطع كلامه فورا وبتقوله لو حد مشي ورا التاني فأكيد أنت اللي مشيت ورايا، وبتقوله قبل ما تجيلي أزمة قلبية من قصة الحب الغريبة دي الأحسن تنتهي هنا وتكتفي بالكلام ده. وبعد فترة تاي بيروح لتمرين الملاكمة، وهناك صاحبه القريب والمدرب بتاعه هونج بيسأله هو أنت رجعت جيون بأمان؟ فتاي بيقوله إن هو جابها القرية خلاص، بس جيون مش مصدقة أي حاجة من كلامه بجد. وبعد كده بيفكر هونج إن تحت أي ظرف لازم جيون ما تعرفش أي حاجة عن حياتها الحقيقية، لأن الحقيقة كانت أخطر بكتير من تخيلاتها. في الحقيقة جيون ما كانتش شغالة في محل توفو، هي كانت مدعية عامة، وقبل ما تفقد الذاكرة كانت شغالة في مهمة سرية ضد نفس العصابة الإجرامية اللي تاي نفسه كان مكمل معاها ومترابط بيها. وأثناء المهمة سجلت حاجات كتير ضد العصابة في ساعتها، ولما العصابة عرفت بكده طلبوا من جيون ترجع لهم الساعة وحاولوا يدولها فلوس كتير جدا كبديل، بس جيون قالت لهم إن هي غنية جدا ومش محتاجة لفلوسهم دي. ولما حاولت إن هي تخرج من هناك رجالة العصابة هجموا على عربيتها ودمروها تماما، وبعدها جيون حاولت تهرب بأي طريقة. وفي الوقت ده بنكتشف إن تاي كمان كان شغال مع نفس العصابة دي وكان أصلا قرر يسيب الحياة دي وقدم استقالته، بس رئيسه طلب منه ينفذ مهمة أخيرة وكان المطلوب منه إن هو يتخلص من المدعية العامة اللي سجلت أدلة ضد العصابة. فتاي من غير ما يسأل هي مين الست دي وافق على المهمة وبعت رجالته علشان يخطفوها، ورجالة العصابة مسكوا الست وضربوها، وده كان بالنسبة لتاي مجرد الشغل الأخير اللي بعده هيخرج من العالم ده للأبد. بس لما تاي بيوصل علشان يشوف المدعية المخطوفة بيقف مصدوم مكانه، لأن اللي قدامه ما كانتش ست غريبة، دي كانت جيون اللي يعرفها من صغره. فأول ما اتعرف عليها قرار تاي يتغير تماما، وفكر فورا ازاي ينقذ جيون وطلب المساعدة من هونج، وهما الاتنين طلعوها من هناك وودوها منطقة مهجورة. وبعدين تاي فجر عربية تانية وصور فيديو للحادثة وبعتها لرئيسه علشان يفتكروا ان جيون كانت جوه العربية وماتت خلاص. وبعد كده جيون اتنقلت للمستشفى وتاي كان مراقبها ومتابعها باستمرار من بعيد، وكان خايف لو الشرطة اتعرفت على هويتها والعصابة عرفت ان جيون لسه عايشة هيجوا وراها فورا تاني. وعشان كده هو اتعمد يبوظ بصمات جيون عشان محدش يقدر يتعرف عليها حاليا. وبعد كده هو وهونج ألفوا قصة الحبيب الكدابة دي وقرروا إن جيون تتم حمايتها وتستخبى في القرية لحد ما ذاكرتها ترجع. وبعدين لما تاي بيرجع البيت جيون بتبصله بنظرات كلها شك وتردد، فتاي بيتخض وبيسألها فورا هي الذاكرة رجعت لك؟ فجيون بتقوله إن الذاكرة ما رجعتش بس عرفت حاجة مهمة جدا، إن هي مش بتخاف من الضفادع خالص. وتاي كان قايل لها إن قصة حبهم بدأت عشان هي خافت لما شافت ضفدعة وهو أنقذها. ودلوقتي بالنسبة لجيون قصته باينة جدا إن هي كده، بس تاي مش بيتراجع عن كلامه وبيقول إن الموقف حصل بالظبط كده سواء صدقت أو لأ. وبعدين لما تاي بيحكي الكلام ده لهونج، هونج بيموت على نفسه من الضحك لما بيسمع القصة، وبيقوله إن شك جيون صح جدا لأن قصة الحب اللي هو ألفها شبه قصص الأطفال الصغيرين، ولو كان عايز يكذب كان على الأقل يتخيل حاجة البني آدم يقدر يصدقها. بعد كده هونج بيسأله سؤال جد وبيقوله هو أنت ليه علشان بنت واحدة تروح تقف ضد عصابة إجرامية كاملة وتعرض حياتك للخطر؟ فساعتها تاي بيحكي له إن علاقته بجيون مش من النهاردة، لما كانوا صغيرين جدا تاي ضاع منه ميدالية ملاكمة مهمة قوي، وجيون هي اللي لقت الميدالية دي ورجعتها لتاي. وبعد سنين طويلة من حوالي 8 سنين اتقابلوا تاني، وفي الوقت ده تاي كان راجع من مهمة مع العصابة وبعت رجالته يشربوا حاجة وكان ماشي لوحده، فساعتها شوية بلطجية كانوا بيستعدوا إن هما يهجموا عليه. فجيون شافت كل ده من بعيد بس ما كانتش تعرف هوية تاي الحقيقية، وافتكرت إن شوية أشرار نازلين ضرب في واحد لوحده، فجريت فورا علشان تساعده وركبت موتوسيكل واستخدمت مسدس لعبة كان معاها علشان تشتت المهاجمين. وفي وسط كل ده خدت تاي وهربت بيه. وبعد ما بعدوا شوية قعدت تنصحه وتقوله إن المنطقة دي فيها عصابات خطيرة جدا ولازم ياخد باله. ما كانش عندها أي فكرة إن الراجل اللي أنقذته من البلطجية هو نفسه من العالم ده،
بس الموتوسيكل ما كانش فيه بنزين كفاية، فكان لازم يقضوا الليلة هناك ويستنوا الصبح لحد ما يلاقوا بنزين. وبالليل جيون بتعالج جرح في ايد تاي، وبتبدأ ان هي تحكي له عن حياتها باستمرار، وبتقوله ان هي اتربت في ملجأ، بس طول عمرها حاسة ان امها اصرت تحبها لانها سمتها الاسم الجميل ده، وكانت بتدرس حقوق وكان حلمها تبقى مدعية عامة. وفي اليوم ده كمان كان عيد ميلاد جيون، فعشان كده قالت لتاي يتصوروا صورة مع بعض عشان يفضل معاها ذكرى لليوم ده. وهي دي نفس الصورة اللي تاي وريها لها في المستشفى بعد سنين كإثبات لعلاقتهم. وفي الليلة دي جيون حكت له تقريبا كل حاجة عن حياتها، ولما الصبح طلع تاي شكرها إن هي أنقذت حياته، ووعدها إن لو الأيام جمعتهم تاني في العمر هيرد لها الجميل ده أكيد. وبعد سنين القدر جمعهم تاني بجد، ودلوقتي تاي بيوفي بوعده القديم وبينقذ حياتها. بعد كده في يوم الصبح تاي بينادي على جيون عشان الفطار، بس هي بترفض لأن هي لسه مش واثقة تماما إن هو بجد حبيبها، وكان عندها شك لدرجة إن هي افتكرت نفسها مخطوفة. بس تاي مش بيضغط عليها، وبيديها شوية فلوس وبيقول لها لو خايفة تاكلي معايا ممكن تروحي تشتري لنفسك حاجة. وبعدين بيقول لها إن هو وراه شغل مهم ولازم يخرج وما يقدرش إن هو يسيبها لوحدها، فبيبعت مرات هونج تقعد مع جيون، وهو بيروح للمقر الرئيسي بتاع العصابة وبيرجع بقية حاجتهم وبيسيب العصابة رسميا، وبيقول إن هو هيركز في الملاكمة تاني. وعلى الناحية التانية في مكتب الادعاء العام بتاع جيون زمايلها بيدوروا عليها باستمرار، وكان عدى حوالي 3 أسابيع على اختفائها ومحدش عنده أي خبر عنها، وكانوا عارفين إن جيون بتحقق مع عصابة خطيرة جدا، فالكل كان خايف إن يكون حصل لها حاجة وحشة. بس جيون نفسها لسه ما كانتش تعرف إن هي مدعية عامة، وكانت متضايقة كمان من مرات هونج اللي كل شوية تأكد إن هم أصحاب جامدين جدا، في حين إن جيون مش فاكراها خالص. وفي الآخر بتقولها توديها عند طبيب نفسي عشان على الأقل يتابع حالة الذاكرة عندها بشكل مظبوط لحد ما بصماتها تتحسن. فمرات هونج بتاخدها في عربيتها القديمة وبيروحوا ناحية العيادة، بس في الطريق فردة الكاوتش بتفرقع، فبتروح تصلح العربية وبتسيب جيون مستنية لوحدها على جنب الطريق. فساعتها المطر بيبدأ ينزل، فجيون بتشتري شمسية وبتبدأ تمشي على رجليها. وفي الطريق بتقابل راجل كان رايح لنفس العيادة، فبيسألها لو كان ينفع يمشي شوية تحت شمسيتها لأن المسافة قصيرة ومش مستاهلة إن هو يشتري شمسية عشانها. فجيون بتوافق، بس بعد فترة قصيرة بتندم على قرارها، وعربية وهي معدية بتمشي في المية وبتطير طينة ومية ناحيتهم، فالراجل علشان يحمي نفسه بيحط جيون قدامه، وكل المية بتيجي على جيون وهو بيطلع ناشف وزي الفل. فجيون بتتعصب وبتقوله يبعد عنها فورا، وبتنصحه إن لو قرب منها هتصرخ وتلم عليه الناس. بس لما بيوصلوا العيادة جيون بتتصدم لأن الراجل المستفز ده بيطلع هو الطبيب النفسي بتاعها، وجيون بتحكي له كل حالتها، الحادثة وفقدان الذاكرة والبصمات الممسوحة، وشكها في إن هي ممكن تكون مخطوفة. بس الدكتور بيرفض يبدأ العلاج الرسمي حاليا لأن جيون ما عندهاش أي إثبات شخصية وما تقدرش حتى تثبت هي مين. فجيون بتقوله لو بجد حصلت معايا جريمة فتجاهل ده هيبقى غلطة كبيرة. فالدكتور بيفهم كلامها وبيقول لها بس على الأقل محتاجين شخص يأكد هويتك. وعلى الناحية التانية بنشوف زميل جيون في الشغل بيدور عليها في مستشفيات مختلفة، وفي الآخر بيوصل لنفس المستشفى اللي دخلت فيه ست مجهولة الهوية من فترة. الست اللي كانت معاها في الأوضة بتتعرف على صورة جيون فورا وبتقول إن هي كانت هنا بس مشيت مع خطيبها، وبتفتكر كمان إن الراجل ده كان غالبا ملاكم لأن لبسه وشكله كانوا مبينين ده جدا. ودلوقتي لأول مرة زمايل جيون يمسكوا خيط إن هما يقدروا يوصلوا لها. وفي الوقت ده جيون بتروح مع مرات هونج العرافة لأن كان عندها أمل تقول لها حاجة عن ماضيها، بس في وقت قصير جيون بتفهم إن الست دي في الغالب بتألف كلام، فبترفض إن هي تديها فلوس. وأثناء الخناقة بالغلط تمثال كان محطوط هناك بيتكسر من إيديها، والعرافة بتبدأ إن هي تطالب بفلوسها. وفي الوقت ده تاي بيوصل وبيوعد إن هو هيدفع حق التمثال، وبياخد جيون وبيمشي من هناك. وهم راجعين البيت جزمة جيون بتتكسر، فتاي بيقعدها بره وبيروح يشتري لها جزمة جديدة. فجيون بتكون تعبانة أصلا من الأول، ومع الانتظار عينيها بتغفل وبتنام، وفي النوم بتشوف ذكرى مرعبة جدا، ناس كانوا بيعذبوها وفي حد كان بيحرق أطراف صوابعها بالقصد. وتاي بيرجع وبيحط إيديها على كتفه، فجيون بتتخض وبتقوم مرعوبة، وبتقوله هي خايفة إن هي لسه مش حاسة بالأمان، وأهم حاجة إن هي لسه مش قادرة تبطل تخاف من تاي نفسه لأن في جزء جواها مش راضي يصدق إنه خطيبها بجد. فتاي مش بيجادل معاها وبيقول لها إن هو هيديها سبب يخليها تثق فيه. بعد كده بيقعد قدامها وبيلبسها الجزمة الجديدة في رجليها، وبيحكي لها جزء تاني من قصة حبهم، وبيقول لها إن هو من أول نظرة كانت عاجباه جدا، بس بعد المقابلة الأولى دي معرفش يوصل لها تاني، وكان طول الوقت ندمان إن هو ما خدش رقم تليفونها في اليوم ده.
وبعدين بيقول لجيون لو مش فاكرة علاقتنا القديمة فمش لازم تجبري نفسك إن انت تفتكريها، حاليا ممكن ننسى العلاقة القديمة ونبدأ نتعرف على بعض من الأول خالص. فالكلام ده لأول مرة بيلمس قلب جيون. ولما بيرجعوا البيت تاي بيطبخ لها وبياكلوا سوا، وجيون لأول مرة بتحس براحة قدامه. وحتى لما بتدخل أوضتها بالليل تفكيرها بيروح لتاي كذا مرة. وتاني يوم تاي بيقول لها انه هياخدها الدكتور ممكن يساعدها ترجع ذاكرتها، فلما بتسمع كده بتستغرب شوية لان كان عندها شك من فترة ان تاي مش عايز ذاكرتها ترجع اصلا. ولما بيوصلوا العيادة بتكتشف ان الدكتور النفسي وتاي كانوا زمايل اطفال في المدرسة، وبعد ما بيتكلموا عن حالتها بيتفقوا ان جيون تيجي مرتين في الاسبوع للعلاج، والبداية هتبقى بفحوصات واشعة. وهم طالعين من هناك صباع رجليها الصغير بيتخبط في الباب، فتاي بيحاول ان هو يشيلها فورا، بس جيون بتوقفه وبتقوله ده مجرد صباع، رجلي ما اتكسرتش كلها. بعد كده تاي بياخدها يعملوا شوبينج لان الهدوم اللي كانت بتلبسها لحد دلوقتي كانت مرات هونج هي اللي اختارتها، وتاي عارف ان دي مش اذواق جيون الحقيقيه. وفي المحل جيون بتبدا ان هي تقيس طقم ورا التاني، والمحل كله بيبقى بالنسبه لها زي عرض ازياء، وتاي بيفضل يبص عليها وهو مبهور بيها. وبعد كده بتشتري مكياج وبتقنع تاي ان هو يشتري لها تليفون جديد علشان تقدر تتواصل مع العالم بره. وبعدين بيروحوا يزوروا الجدة، وجيون بتبدأ إن هي تجرب المكياج الجديد على الجدة، والكل بيبقى مبسوط باللحظة دي. وتاي بيرتاح لما بيشوف جيون بتبدأ بالتدريج تتأقلم مع عيلته وحياة القرية. بس على الناحية التانية الخطر كان بيقرب منهم أكتر، راجل كان بيدور على جيون بيقع في إيد العصابة وبيتضرب ضرب جامد، ورئيس العصابة كان خلاص هينهي عليه. بس ساعتها الراجل بيقول حاجة مهمة، إن جيون ما كانتش مسجلة ضد العصابة في الساعة، بس ده كان عندها دليل تاني محدش وصله لحد دلوقتي. فلما رئيس العصابة بيسمع كده بيسيبه عايش حاليا لأن ممكن يحتاجوه بعدين علشان يوصلوا للدليل التاني ده. وجيون وهي مش دريانة بكل ده بتفضل تلف مع تاي في القرية وبتحاول بكل الطرق إن هي تنشط ذاكرتها. وتاي بيقول لها إن هي كانت بتحب التصوير جدا زمان، فجيون بتبدأ إن هي تصور صور كتيرة، وستات القرية بيقعدوا يبصوا عليهم من بعيد وبيلاحظوا إن علاقتهم بتقرب وبتبقى أقوى من الأول. وفي يوم جيون هي اللي بتقوله يرجع لشغله لأن عشان ياكلوا لازم حد يصرف ويكسب فلوس. وبعد ما تاي بيمشي جيون بتكون بتتفرج على التلفزيون في البيت وفجأة بتشوف إعلان عن أكلة سلمون، فبتعمل سيرش بتليفونها الجديد عن المطعم ده، وفجأة بتشوف صورها القديمة هناك وهي قاعدة مع صاحبة ليها. وفي الصور دي جيون بتلاحظ حاجة غريبة جدا، كانت لابسة هدوم غالية جدا وفي ايديها خاتم ألماظ، بس في بيت تاي مفيش الهدوم دي ولا الخاتم ده. فشكها بيرجع تاني وبتروح على طول لصالة الملاكمة بتاعت تاي علشان تسأله عن الموضوع ده، بس قبل ما تقرب منه بتسمع ست بتتكلم معاه بعصبية وبتقوله يا بلطجي، وبتخوفه وبتبعده عن ابنها الموهوب لأن هي مش عايزة ابنها يكبر ويبقى زي تاي. فأول ما بتسمع كده ذكرى التعذيب بترجع لدماغ جيون تاني. لحد دلوقتي كانت بتقنع نفسها ان ده مجرد كابوس وحش، بس دلوقتي لما عرفت ان تاي كان ليه علاقة بجد بمجرمين بدأ يجيلها رعب ان الكابوس ده ممكن يكون ذكرها الحقيقية. فجيون بتمشي من هناك وبالصدفة بتقابل طبيبها النفسي في الطريق وبتحكي له كل حاجة، وبتقوله ان هي في الايام اللي فاتت بدأت ان هي تثق في تاي لان رغم كل الشكوك دي عمرها ما شافته بيعمل حاجة تقول ان هو شخص شرير. بس دلوقتي بعد ما عرفت موضوع العصابة خايفة لا يكون تاي ليه علاقة بالحادثة اللي حصلت لها. وفي الوقت ده تاي بيوصل هناك هو كمان، والممرضة اللي في العيادة اللي تعرفه من أيام ثانوي بتسمع كلام جيون وبتقول لها المفروض تحكمي على تاي من تصرفاته معاكي، هل عمره ضربك؟ هل قصد إن هو يأذيكي؟ فجيون بتقعد تفكر، بس الحقيقة إن تاي عمره ما عمل لها كده خالص. وهم راجعين البيت جيون بتسأله سؤال تاني، إن هي شافت اسم تاني على حسابها القديم في السوشيال ميديا، فعايزة تعرف ليه تاي بيقول لها يا جيون باستمرار. فتاي بيشرح لها إن الاسم التاني ده سموها بيه في الملجأ، لكن جيون ده الاسم اللي أمها الحقيقية اديتهولها. وجيون عمرها ما كرهت أمها عشان سابتها، وكانت دايما بتحب الاسم اللي أمها اختارته، وعشان كده تاي بينادلها بيه. ولما بيرجعوا البيت جيون بتدخل أوضتها وبتبعت رسالة على السوشيال ميديا للست اللي كانت معاها في صورة المطعم، ودلوقتي عندها أمل إن الست دي ممكن تقول لها الحقيقة عن حياتها القديمة. وتاني يوم الصبح تاي بيديها فلاشة عليها شوية أغاني وبيقول لها إن في حفلة عيد ميلاد للجدة في القرية، فبيطلب منها إن هي توصلها هناك. فجيون بتروح الحفلة والجدة بتقول لها تقعد تاكل معاهم، وفي الوقت ده حد بيضغط عليها تاكل حتة خيار، ومع إن جيون بترفض بس أول ما بتشوف الخيار فجأة بتيجي في دماغها ذكرى من طفولتها، بنت أكبر منها كانت بتأكلها بالعافية أكل هي مش بتحبه. وبسبب الذكرى المفاجأة دي جيون بتعمل رد فعل عنيف وجامد، وجو الحفلة بيبوظ والناس اللي هناك بيزعلوا وبيحسوا إن هي أحرجتهم قدام الكل. وجيون أصلا كانت متضايقة من حالتها، فلما سمعت كلام الناس غضبها طلع،
وبتقول لهم إن هي ما تقدرش تعيش في مكان كل بني آدم فيه بيقعد يحكم عليها باستمرار. بعد كده بتروح البيت وبتلم حاجتها وبتسيب القرية وبتروح تقعد في فندق. وفي نفس الوقت ده واحد من زمايل تاي القدام في العصابة بيجي يقابله وبيطلب معلومات عن جيون، فتاي بيقوله بوضوح إن هو ما يعرفش حاجة عنها. وهو ماشي الراجل بيحذره إنه لو مخبي جيون عنده العواقب هتبقى صعبة جدا. وكلامهم بيكون لسه مخلصش لما تاي بيجيله تليفون وبيعرف إن جيون اختفت. فأول ما بيسمع كده بيطلع يجري وبيدور عليها لأنه كان خايف لا تكون العصابة عرفت إن هي عايشة. وجيون بتبات طول الليل بره القرية، وتاني يوم الصبح بتروح تقابل الست اللي بعتت لها رسالة على السوشيال ميديا وبتسألها أسئلة كتير عن اسمها وطفولتها والملجأ. والغريب إن كلام الست كان متطابق تقريبا مع كل القصة، وأكدت لها كمان إن خطيب جيون كان ملاكم. ولما سألتها عن الهدوم الغالية قالت لها إن دي كانت هدايا من خطيبها، وإن هما الاتنين اتقابلوا لأول مرة وهما شغالين مع بعض في كافيه وقربوا من بعض. بس بعد كده جو الكلام اتغير لما الست قالت لها ان هم زمان كانوا اصحاب جامدين جدا، بس مع الوقت بسبب تصرفات جيون هي اتأذت وزعلت جدا، وفي اوقات كتير اتعرضت للاهانة بسبب جيون، وفي الاخر انهت الصداقة دي تماما. فلما جيون بتسمع كده بتتكسر من جوه، لأن الأول مرة بيجيلها الخوف إنها يمكن في حياتها القديمة ما كانتش شخص طيب زي ما هي شايفة نفسها دلوقتي، وبتقعد تلف في الشوارع لوحدها. ولما بتفتكر تصرفها في حفلة الجدة بتحس بالكسوف والخجل، وبتكون مش عارفة هترجع القرية بأنهي وش. بس تاي في الآخر بيوصل لها لأن التليفون اللي اشتراه لجيون كان متسجل باسمه، وعن طريق اللوكيشن قدر إن هو يوصل لها. وبيشوف جيون وهي قاعدة على جنبه وبتعيط لوحدها، بس مش بيسألها ليه مشيتي من غير ما تقولي، وبيقعد جنبها وبيهديها. وبعد فترة بياخدها وبيرجعوا القرية، وهناك ستات كتيرة من القرية كانوا مستنيين جيون علشان يهزقوها على تصرفها في الحفلة. بس قبل ما يتكلموا الجدة بتقدم وبتقول للكل يبعدوا عن جيون، وباقي الستات بيمشوا وجيون بتدخل جوه علشان تشكر الجدة. بس قبل ما تقول حاجة الجدة هي اللي بتشرح لها إن أي بني آدم في الحياة بيمر بمواقف كسوف، وساعات لازم البني آدم يتحرج علشان يفهم أهمية التفكير قبل ما يتكلم. فجيون كانت متوقعة إن الجدة تهزقها هي كمان، بس بسبب الكلام ده بتتأثر جدا وبتبدأ تعيط. بعد كده بتتكلم مع هونج، والأول مرة بيكلمها بصراحة عن ماضي تاي، وبيقول لها إن تاي زمان كان ملاكم موهوب جدا وكان عنده قدرة إن هو يوصل للمستويات الدولية. بس بعد ما الجدة تعبت مستقبله بدأ يضيع بالتدريج لأنه انشغل برعايتها. وهونج بيحكي لها إن الجدة أصلا مش جدة تاي الحقيقية. من سنين طويلة أم تاي جابته وهو طفل صغير وجات القرية دي، والجدة سكنتهم عندها، وبعد فترة أم تاي ماتت، ومن ساعتها الجدة ربته زي حفيدها بالظبط. وعشان كده لما الجدة تعبت جدا بعدين تاي صرف كل الفلوس اللي كسبها في الملاكمة على علاجها، وبالتدريج شغله ومستقبله باظوا والمشاكل المادية زادت، وده اللي خلاه يدخل عالم الإجرام. وهونج بيقول إن مع الوقت تاي اتعلم يضرب ويأذي الناس، بس كل مرة كان بيكتم مشاعره جواه، لأن لو قعد يفكر في الذنب بعد كل عمل كان هيتجنن وما كانش هيقدر يستحمل. لأن هو من بره يبان قوي بس من جوه هو مجروح ومكسور جدا. وهونج بس بيطلب من جيون إن هي تحاول ما تعمقش الجروح القديمة دي عند تاي. وبعد فترة جيون بتعرف إن تاي اتورط في خناقة تاني وبتروح تدور عليه، وبتتفاجئ إن وشه وجسمه مليانين جروح وإصابات كتيرة. فجيون بتكون مش فاهمة ازاي ملاكم شاطر زيه ما يردش الضربة وما يضربش الناس اللي قدامه. فتاي بيقول لها ان هو وعد نفسه ان مهارات الملاكمة مش هيستخدمها بره الحلبة علشان يأذي حد. فلما جيون بتسمع كده نظرتها ليه بتبدأ تتغير. لحد دلوقتي كانت شايفاه ساعات خطيب كذاب وساعات بلطجي وساعات راجل لازم تخاف منه، بس دلوقتي لأول مرة شايفة البني آدم اللي جواه اللي استحمل وشاف كتير في حياته. وبعدين بيلفوا مع بعض وجيون فجأة بتقول حاجة تاي ما كانش متوقعها خالص، وبتقوله لو قبل الحادثة كنا قابل بجد فالمفروض دلوقتي نرجع لنفس الحياة دي تاني ونحدد ميعاد الجواز ونستقر هنا ونشتغل سوا في القرية. وجيون جمعت شجاعتها بصعوبة علشان تقول الكلام ده، بس تاي بدل ما بيوافق بيقول لها فورا ان ده مش ممكن حاليا لان في صاحب ليه في مدينة تانية جاي ورجله مصابة ولازم يقعد معاهم فترة وهو هيراعيه، فعشان كده صاحبه ده هينام معاه في الأوضة. فجيون ما كانتش تعرف ان الصاحب المصاب ده في الحقيقة هو مساعد تاي القديم أيام العصابة. يعني بعد ما جمعت شجاعتها وقررت ان هي تاخد الخطوة دي علشان تكبر العلاقة بينهم، يقوم تاي يرفضها بالطريقة دي. فجيون حست بإحراج وكسفة مش طبيعية، وبدأت إن هي تندم فورا على الكلام اللي قالته، ولو كان بإيديها ساعتها كانت تتمنى الأرض تنشق وتبلعها وتستخبى فيها. وتاني يوم الصبح لما جيون صحيت لقت إن صاحب تاي عمل فطار كتير جدا وطبخ تقريبا كل أشكال الأطباق. فجيون كلت لما شبعت وبعدها راحت مع تاي على العيادة، وهناك الدكتور النفسي لاحظ فورا إن العلاقة بينهم في الكام يوم اللي فاتوا اتغيرت خالص، لأن هما المرة دي جم مع بعض وبقى باين إن هما مستريحين مع بعض أكتر من الأول بكتير. وعشان يرجعوا ذاكرة جيون عملوا كشف تاني مهم جدا،
وبعد ما خلص العلاج رجعوا هما الاتنين البيت، وهناك هونغ ومراته والمساعد القديم بتاع تاي اتغدوا معاهم. وهما بياكلوا تاي لاحظ ان مساعده القديم بيستخدم موبايل مختلف النهارده، مع انه امبارح كان معاه موبايل تاني خالص. فالموضوع ده خلى تاي يشك فيه شويه، بس كتم في نفسه وما قالش حاجه وقتها. وبعدين وهما راجعين من الشغل تاي اشترى عين جمل لجيون عشان سمع ان عين الجمل مفيد للمخ وممكن يساعدها تسترجع ذاكرتها اسرع. وفي الطريق قابل مساعدة الدكتور النفسي اللي كانت لسه سايبة شغلها قريب، والبنت دي كانت صاحبة طفولته وفي نفس الوقت كانت حبه الأولاني ولسه جواها مشاعر ناحيته. وفي نفس اللحظة دي جيون شافتهم هما الاتنين مع بعض، وعلى طول أمرت تاي إن هو يفضل واقف مكانه وما يتحركش، وقالت له ينزل إيده وما يتهزش من مكانه ويرجع ورا شوية كمان. وبعدها راحت طلبت عربية للبنت دي ومشيتها على بيتها. وأول ما مشيت جيون ركبت العربية مع تاي وقالت له باين كده السواق مش جاي، فانزل انت وسوق. وبعدها اعترفت له ان هي من شويه كان نفسها تجيب البنت دي من شعرها. وبعدها قالت لتاي ما ينطقش ولا كلمه ويقفل بقه ويوصلها البيت وبس. واول ما وصلوا البيت تاي اتاسف لها ووعدها ان هو من هنا ورايح مش هيتعامل مع اي ست تانية بالطريقه دي. والوعد ده في الحقيقه ما كانش هيقدم ولا يأخر، بس جيون فرحت بيه جدا وكأنها اخدت ضمان كبير قوي. وفي نفس الوقت ده جت في دماغها ذكريات قديمة من أيام طفولتها، وافتكرت إن هما في الملجأ لما كان عيل واحد يغلط العقاب كان بينزل على الكل، وكانوا بيوقفوهم حافيين في البرد بره. وافتكرت كمان إن الفلوس اللي كانت بتيجي تبرعات للملجأ كانت بتتسرق، والعيال الكبار كانوا بيلطشوا في العيال الصغيرين. وجيون من صغرها كانت بتترعب من الحاجات دي، وهو ده السبب إنها لحد النهاردة لما بتشوف حد بيأذي حد قلبها بيتقطع. وبعد شوية سألت تاي عن أكتر حاجة بيكرهها في حياته، فتاي رد عليها وقال لها إن هو بيكره المطرة، لأن أصعب وأوحش لحظات حياته عدت عليه تحت المطرة. اليوم اللي جدته تعبت فيه قوي كانت بتمطر، واليوم اللي اضطر يسيب فيه الملاكمة كانت بتمطر برضه، وأصعب أيام حياته قضاها واقف لوحده تحت المطرة، وما كانش فيه بني آدم واحد واقف جنبه يسنده وقتها. وتاني يوم كلهم قعدوا ياكلوا مع بعض تاني، بس المرة دي تاي لاحظ إن المساعد القديم فص ملح وداب وزوغ من وسطهم. فساعتها الشك زاد عنده أكتر وقرر إن هو يجيبه على جنب ويمسكه ويسأله هو رئيس العصابة اللي بعتك؟ بس هو أنكر فورا وحكاله سر الموبايلين، وقال له إن هو محاولش يبدل ولا يستخبى، وموبايل منهم للاستخدام العادي والتاني فاتح بيه قناة صغيرة كده أونلاين يمثل فيها ويتكلم عن الكورة، ومعمولة في السر ومحدش بيشوفها ولا يعرفها غير ناس قليلة قوي. وأما عن رئيس العصابة فقال له لو الراجل ده وصل لنا فعلا مش هيخلص عليك انت بس، ده هينسفنا احنا التلاتة، وعشان كده هو نفسه عنده ألف سبب يخليه يستخبى. وفي نفس الوقت ده جيون لقت نفسها في موقف غريب تاني مع العرافة. الست دي كانت عاملة شو قدام الناس علشان تثبت ان عندها قدرات خارقة، وكانت المفروض تقف على حاجات حادة وشفرات. كانت عاملة فيها شجاعة من بره بس من جوه كانت مرعوبة وبتموت. وجيون كانت عارفة ان هي نصابة وما عندهاش اي بركات، فقامت رمت تعبان قريب منها، لأن القواعد بتقول لو ظهر تعبان في الطقوس البرنامج كله يتلغي فورا. وبكده جيون في حركة واحدة أنقذت رجليها من التقطيع وحفظت لها هيبتها وكرامتها قدام الناس. فالعرافة شكرتها بعدين وقعدوا كلهم يحتفلوا سوا. وبالليل تاي روح جيون البيت وقعد جنبها لحد ما راحت في النوم خالص، وهو بيبص عليها وهي نايمة كان حاسس بخوف غريب جواه. في الأول هو عمل التمثيلية والعلاقة دي بس علشان ينقذ حياتها، بس شوية بشوية الحياة المتفبركة دي بدأت تحسسه إن هي حقيقية، وبقوا بجد يقربوا من بعض. وكان عارف إن اليوم اللي ذاكرتها هترجع فيه بالكامل ممكن تسيب القرية وتسيبه هو شخصيا وتمشي وما ترجعش تاني، بس الخوف ده بدأ يتحقق بسرعة قوي. وتاني يوم الصبح أول ما فتحت عينيها افتكرت فجأة اسم واحد اسمه جو، وحست إن ده كان يمكن حبيبها القديم. ولسه ما افتكرتش شغلها كمدعية عامة والمهمة السرية، بس افتكرت إن هي كانت بتدرس في جامعة هانغ. وبعدين بصت على التاريخ المكتوب على الحيطة وفهمت إن الذكريات دي مش قديمة قوي من زمان، مع إن تاي كان قايل لها إن هما مرتبطين بقالهم سنتين، عشان كده خط سير الحكاية بدأ يبان لها مريب ومش منطقي تاني. فراحت فورا للدكتور النفسي وحكت له عن جو، والدكتور قال لها ان هو كمان كان دارس في نفس الجامعة وممكن يشوف علاقاته القديمة علشان يعرف هل جو ده بني ادم بجد ولا مجرد طيف ذكريات متلخبط في دماغها. وبعد شوية اخيرا لقوا اسم جو في السجلات والدكتور جاب نمرته، فجيون كلمته واول ما سمع صوتها عرفها على طول وسألها بلهفة انت كنت فين كل ده. فجيون قالت له مش هينفع تحكي كل حاجة في التليفون، واتفقوا يتقابلوا بالليل في سيول. وبعدها الدكتور قرر يعيد نفس الجلسات والعلاج اللي رجع لها جزء من الذاكرة قبل كده، بس المرة دي لازم تروح عيادة متطورة أكتر في سيول. فتاي قال على طول إنه هيطلع معاها وهيحضر مراحل العلاج بنفسه، بس الدكتور قال له إنه عنده مؤتمر في سيول في نفس اليوم وممكن ياخدها معاه، وخصوصا إن تاي كان عنده درس مهم وما ينفعش يفوت.
فالاتفاق ده كان مناسب، وفجأة جدته تعبت قوي وتاي جري بيها على المستشفى، والفحوصات كشفت إن عندها ورم في جسمها. فساعتها تاي هو اللي طلب من جيون إن هي تسافر مع الدكتور، وقبل ما تمشي اداها شنطة فيها الأدوية بتاعتها علشان ما تفوتش أي جرعة في الطريق. وهي في السكة فتحت الشنطة ولقت مع الأدوية شرابات صوف دافية، فافتكرت على طول لما قالت له إن هما كانوا بيوقفوها حافية في البرد في الملجأ، وعشان كده هي لحد النهاردة بتكره السقعة. وبعد شوية في السكة الطويلة حبت إن هي تسمع مزيكا، ولقت جوه الشنطة مشغل أغاني، وتاي كان فاكر ومحتفظ بأصغر التفاصيل الخاصة بيها. وفي اللحظة دي المطرة بدأت تنزل بره، وجيون افتكرت كلام تاي لما قال لها إن المطر بيفكروا بأصعب لحظات حياته. وفجأة جيون غيرت رأيها وما بقتش عايزة تروح سيول، وفكرت إن المرة دي وتاي في زنقة وظروف صعبة مش هتهون عليها تسيبه لوحده في المطرة، وقررت إن هي تلف وترجع وتلغي مقابلتها مع جو الذاكرة. وبعد القرار ده جيون فهمت إن سواء ذاكرتها رجعت ولا لأ، المشاعر اللي في قلبها ناحية تاي حقيقية وصادقة جدا. وتاي لما شافها راجعة اتأثر جدا، لأن تقريبا دي أول مرة في حياته حد يبديه ويفضله على شغله ومصلحته الشخصية. بس جيون ما كانتش تعرف إن هي بعدم مقابلتها لجو أنقذت نفسها من فخ كبير قوي، لأن جو ده كان واقع تحت ضغط رئيس العصابة، واللي قاله لو عايز تعيش جيب لي جيون لحد عندي. ورئيس العصابة عرف كمان إن تاي ما قتلش جيون وإن هو فبرك موتها. وتاي بيكون خدم في المنظمة بتاعته حوالي 14 سنة ومغلطش غلطة واحدة، وكان بيثق فيه جدا. بس دلوقتي عشان جيون تاي وقف ضده تماما. وبعد شوية تاي وجيون والجدة بيقضوا وقت هادي سوا، والجدة قالت لتاي إن هي مش عاوزاه يتعب نفسه عشان مرضها، وقالت له مش عايزاك تحرق باقي عمرك في علاج وخوف، وعايزة تقضي شوية الوقت اللي فاضلين مع الناس اللي بتحبهم وتعمل ذكريات حلوة. وبعد ما الجدة نامت وتاي خرج لقى جيون واقفة جنب الباب، وكانت سامعة حتة من الكلام عن الجواز، فبدأت إن هي تهيأ لنفسها وتتخيل إن تاي هيطلب إيديها. ومن تاني يوم الصبح بدأت إن هي تقوله على ألوان الورد اللي هي بتحبها وديكور المكان، وتاي بيكون مش فاهم هي بتفتح الموضوع ده فجأة ليه. وبعدها تاي اتكلم مع مساعده على جنب وقال له أول ما جيون ذاكرتها ترجع بالكامل هيبعدها عن القرية خالص علشان سلامتها. وللأسف ستات القرية سمعوا الكلام ده وهم بقوا يحبوا جيون قوي، فزعلوا عشان شايفينها بتحلم بالجواز، وتاي بيخطط ان هو يطفشها. واول ما جيون جات لهم قالوا لها، بس هي ما صدقتهمش وقالت اكيد فهمتوا غلط، لان هي متاكده ان تاي بيحبها. بس لما رجعت البيت لقت تاي بيتهرب منها شويه، ففتحت معاه موضوع الجواز على طول. وتاي قال لها لازم ذاكرتك ترجع الاول وبعدين نقرر هنعمل ايه في المستقبل. فالكلام ده جرح جيون جدا، وحست ان تاي قاعد معاها شفقه مش حب، وخرجت لوحدها وقعدت تشرب لحد ما بقت مش في وعيها. فالدكتور النفسي جاب موقعها وجالها هناك، وجيون وهي بتعيط اعترفت ان هي بتحب تاي قوي بس تصرفاته بتجرحها، ونامت مكانها من كتر الشرب. فالدكتور جابها البيت، وقبل ما يسلمها لتاي سأله هو انت بجد حبيبها، وقال له ان جيون فاقدة الذاكرة وسهل اي حد يشتغلها ويضحك عليها. فتاي اتعصب جدا وقال للدكتور يخليه في حاله وما يتدخلش بينهم. واول ما دخلها جوه جيون وهي نص نايمة وشاربة بدأت تهلوس وتقول إنها فاكرة كل حاجة وما كانش ينفع يعمل فيها كده. فتاي فهم كلامها غلط خالص وافتكر إن ذاكرتها رجعت بجد، وجري على هونغ وهونغ قال له طالما افتكرت لازم تسيب كوريا فورا لأن القعدة هنا خطر عليها، وقال لتاي يسافر معاها اليابان ويبدأوا هناك من جديد. بس تاي رفض لأن جدته تعبانة وما يقدرش إن هو يسيبها، وما ينفعش إن هو يكون أناني المرة دي. وتاي مشي لوحده في الشارع والدموع في عينه والذكريات بتلف في دماغه. وعلى الناحية التانية الدكتور كان لسه بيبحث ورا الماضي بتاع جيون، ووصل لجو واتفق إن هو يقابله. وتاني يوم الصبح تاي رجع البيت وتعامل مع جيون على أساس إن هي فاكرة كل حاجة، وقال لها القرية مش أمان ولازم تسافري بره البلد الأسبوع الجاي. فجيون اتكسرت وسألته هو اللي كان بينا كان مجرد تمثيل، فتاي غصب عنه قال لها أيوة. فجيون وهي بتعيط ايديها اتخبطت واتجرحت وسابت البيت ومشيت وسابت موبايلها، والقرية كلها قعدت تدور عليها. بس جيون كانت راحت لمؤسسة حكومية وقالت ان ما عندهاش اثبات شخصية ولا بصمات. وتاي جاب طريقها من كاميرات الشارع ووصل للعربية اللي كانت فيها، وستات القرية وقفوا العربية ومنعوها تمشي وقعدوا يقنعوا جيون ترجع. وفي اللحظة دي الكل اكتشف ان ذاكرتها ما رجعتش ولا حاجة، وان تاي فاهم غلط وهي مش في وعيها. وبعد ما الفكرة وضحت جيون سامحته ورجعت معاه البيت، وهناك فرحت قوي لما لقت تاي فرش لها ورد بينك على الارض، لان هي كانت قايله له قبل كده ان هي بتحب الورد البينك وهو افتكرها. ولبست فستان حلو وهو لبس بدله، وعملوا احتفال صغير زي الفرح، وقعدوا يضحكوا ويتكلموا. وتاي حكى لها لاول مره عن ذكرياتهم الحقيقيه، وجيون كمان قالت له ان هي كانت متعلقه بيه لدرجه ان الباسورد بتاع السوشيال ميديا كان على اسمه. بس اللحظه الحلوه ما كملتش، لان الدكتور النفسي جه فجاه
وقال إن هو قابل جو واكتشف حقيقة جيون وإن هي مش ست عادية، دي مدعية عامة. فتاي اترعب وافتكر إن الدكتور قال لهم على مكانهم، بس الدكتور طمنه وقال له إن هو شك في جو، ما ادالوش أي عنوان ومثل عليه إن البنت اللي بيحكي عنها واحدة تانية. فساعتها تاي اتغير 180 درجة وقعد يمدح في ذكاء الدكتور بعد ما كان هيقتله، وسأله إزاي يساعده جيون ترجع ذاكرتها أسرع. وجيون بقت ملازمة تاي في كل حتة حتى في صالة الملاكمة. وفي يوم كان في ماتش مهم وجيون قعدت تشجعه، وفي الماتش الولد اتكعبل واتصاب بسبب ان الحلبة ما كانتش مجهزة صح. فجيون راحت للمنظمين وهددتهم بالقانون وان التأثير منهم وما ينفعش الولد يخسر كده. فخافوا وعادوا الماتش والولد كسب والكل احتفل. بس لما جيون رجعت البيت لقت ساعة على الأرض شكلها متعودة عليها قوي، ودي كانت الساعة اللي سجلت بيها أدلة ضد العصابة زمان. وكان رئيس العصابة واقف وراها لأن هو كان شافها مع تاي في الماتش وفهم إن ذاكرتها ضايعة وجاي يتأكد بنفسه. فجيون معرفتوش وسألته بنية طيبة عن الساعة، بس جسمها من جوه كان حاسس بخطر فادتله الساعة ومشيت على طول. وبعدين حكت للجدة إن هي قابلت راجل غريب النهاردة. وبالليل تاي رجع بورد وأكل، بس أول ما سمع صوت رئيس العصابة جوه فهم كل حاجة ودخل وقال لرئيس العصابة ما تلمسهاش، هي فاقدة الذاكرة وما بقتش خطر عليك. وهناك تاي اعترف لأول مرة إن هو بيحب جيون. وبالنسبة لرئيس العصابة دي كانت خيانة، لأن تاي خدم 14 سنة وفي الآخر يقف ضده عشان بنت. وعشان يعاقب تاي خدوا مكان وراه فيه رجالة قدام مربوطين في كراسي وقتلهم واحد ورا التاني قدام عينه. بس ساب تاي عايش وقال له مش هموتك دلوقتي، هخليك تعيش كل يوم في رعب إنك تسمع خبر موت جيون، ولما تتكسر خالص هيجي دورك. فتاي راح للدكتور النفسي يطلب مساعدة، فالدكتور اداله جهاز تتبع وتنصت صغير. وبعدها تاي اتفق مع هونغ ومراته إن هما يهربوا جيون بره البلد يوم الخميس الجاي. وكانت المشكلة ازاي يقنعوا جيون، فقرر تاي ان هو يمثل عليها انه راجع للعصابة عشان يعمل فلوس لعملية جدته. فجيون حاولت تمنعه بس هو أصر علشان تكرهه وتبعد وتعيش. وبالليل تاي بدأ يدرب جيون على أساسيات الدفاع عن النفس وازاي تفك نفسها لو حد مسكها وازاي تضرب، لأن هو عارف ان هي هتسافر لوحدها قريب. وتاني يوم جيون لفت على أهل القرية وكلهم ادوها هدايا صغيرة وبيودعوها من غير ما تفهم. وبعدين تاي خدها بالعربية وطلعوا على المينا علشان تطلع بالمركب على اليابان. بس في السكة عربيات العصابة حصرتهم وتاي نزل يضرب فيهم لوحده. والمساعد القديم ركب جيون على الموتوسيكل ووصلها للمينا وركبها المركب. بس رجالة العصابة هجموا هناك كمان وحد غير متوقع ساعدها وخرجها. وفي الوقت ده تاي كان بيموت نفسه من الضرب في المينا واتطعن بمطوة ودمه بقى في كل حتة، بس ما وقفش قتال غير لما شاف المركب وهي ماشية. فرئيس العصابة ضحك وقال له فاكرها خلصت كده، رجالتي جوه المركب. بس تاي ابتسم لأن جيون ما كانتش على المركب أصلا. فرئيس العصابة اتنرفز وأمر بفرقعة المينا كلها وفجروا المكان. وجيون من بعيد وهي شايفة الانفجار والنار ذاكرتها كلها رجعت لها في ثانية واحدة. افتكرت طفولتها ودراستها للحقوق وإن هي مدعية عامة والمهمة السرية وتعذيب العصابة وتاي وكل حاجة. وفي المينا هونغ جه ينقذ تاي، وهنا ظهر السر القديم. رئيس العصابة ده كان زميل هونغ في البوكس زمان، وهونغ انسحب من ماتش مهم لما اكتشف إن تلميذه بيغش وحاطط حاجات صلبة جوه القفازات. والتلميذ من ساعتها ساب الرياضة ودخل عالم الإجرام. وبعدها هونغ نقل تاي للمستشفى. أما جيون فراحت سيول وراحت لصاحبتها القديمة وسووا الخلافات اللي بينهم وحكت لها كل اللي حصل، وقالت لها إن في تسجيل فيديو تاني مخفي يدين العصابة وهي فاكرة مكانه كويس، بس مش هتقول لزمايلها في النيابة دلوقتي عشان ما يرحلوهاش بره البلد لسلامتها. وهونغ طلب من رئيس العصابة إن هو يسيب تاي في حاله ورجع تاي البيت مع الجدة اللي كانت زعلانة على حظه. أما جيون أجرت حراسة خاصة لبيتها في سيول، بس كل حاجة كانت بتفكرها بتاي وما قدرتش إن هي تمسك نفسها وراحت له القرية ولقت تاي قاعد لوحده بيفكر فيها. واتفاجئ لما شافها، بس هي مثلت إن ذاكرتها لسه ما رجعتش وإن هي جاية تاخد شنطتها بس وتشكره. فتاي بيقول لها إن هو بعت لها الشنط اليابان لأنه فاكرها سافرت وبيوعدها إن هو هيرجعهم بكرة. فجيون لاحظت إن تاي متدشدش ومضروب ومش قادر إن هو يتحرك، فقامت غسلت له شعره ونشفته وحمت الكلب كمان. وهونغ والناس كانوا بيتفرجوا عليهم وبيضحكوا عشان شكلهم زي العرسان. وبعدين قعدوا كلوا سوا وبتقوله كنت بشوفك أقوى راجل في الدنيا وكأنك 100 جبل واقفين حاميني. وبالليل تاي نام وهو تعبان من الوجع، وجيون أخدت قرار زي ما حمتني زمان الدور عليا أحميك. وتاني يوم الشنط رجعت وجيون اتأكدت إن الفيديو الدليل لسه مستخبي وأمان، وركبت تاكسي ومثلت إن هي رايحة المأوى. ومساعد تاي راح يدور عليها وملقاش غير نقط دم على الأرض، فخاف على تاي ونقله للمستشفى. بس هناك سمعوا خبر أسوأ، مرات هونغ عملت حادثة عربية كبيرة ودي ما كانتش مجرد حادثة،
رئيس العصابة خبط عربيتها قدام عين هونغ علشان ينتقم منه، ومراته كانت بتموت وتاي كان بيهدي هونغ، بس هونغ كان متدمر ومش عايز يسمع حد. فتاي اتجنن تماما وراح لمقر العصابة ومسح الحراس ودخل لرئيس العصابة وقال له النهاردة ننهي القصة دي. وحصلت معركة كبيرة وكان رئيس العصابة هيموت تاي خلاص. وفجأة دخلت جيون، بس المرة دي دخلت بصفتها وهيبتها كمدعية عامة وقالت له انت مقبوض عليك بتهمة الرشوة ومحاولة القتل. وفي المستشفى مرات هونغ صحيت وقالت له يسامح تاي، فهونغ راح لتاي وضربه قلم وبعدين خده بالحضن وده كان صلحهم. وجيون طلعت في التلفزيون كمدعية عامة فككت العصابة، وستات القرية كانوا طايرين بيها من الفخر، وراحت لرئيس العصابة في السجن وقالت له القضايا اللي عليك هتزيد أكتر. ولما رجعت مكتبها لقت شغل كتير قوي فاستأذنت وراحت لتاي على طول. وهناك اكتشفت حاجة تضحك قوي، إن تاي بيخاف من الضفادع، وضحكت وعرفت هو ليه دخل الضفادع في قصتهم المفبركة زمان، لأن هو اللي بيخاف منهم مش هي. وراحوا هما الاتنين على البحر وقضوا وقت طويل سوا، وهناك تاي اعترف لها بالسر الأخير، إن جيون كانت حبه الأولاني من أيام الطفولة لما رجعت له ميدالية الملاكمة الضايعة بتاعته، وطول السنين دي مقدرش ينساها، وعشان كده لما حياتها بقت في خطر كان مستعد إن هو يضحي بعمره وحياته علشان يحميها، لأن من ساعتها وهي فضلت محفورة جوه قلبه. وفي السنين دي كلها ناس كتيرة دخلت وخرجت من حياته، بس جيون كانت البنت الوحيدة اللي مقدرش ينساها أبدا. وده كان السبب إن لما حياتها بقت في خطر قرر إن هو يضحي بكل حاجة ويستغني عن كل حاجة عشان خاطرها ومن غير ما يفكر. وفي نفس الوقت شخصية جيون الشجاعة والجريئة ما كانتش حاجة جديدة عليها، من سنين طويلة كانت بتكشف مجرمين بيكتشفوا وبيستخدموا مواد كيميائية خطيرة كانت ممكن تولع في عيون الناس وتحرقها. وقتها برضه جيون خاطرت بحياتها وصورت فيديو وسجلت لهم وكشفتهم، يعني قبل ما تبدأ وتكون مدعية عامة كان جوه منها الشخصية الجريئة دي اللي ما بتخافش. وبعدين الكل اتجمعوا مع بعض وبيحتفلوا بالنجاح ده سوا، وكان معاهم الدكتور النفسي ومساعدته القديمة كمان. وبعد ما القعدة واللمة خلصت جيون أخدت تاي وراحت بيه على البحر تاني، وقعدت مستنية لحد ما يجي نص الليل بالظبط. وأول ما الساعة جت 12 قالت له كل سنة وانت طيب وعيد ميلاد سعيد، وبعدها قالت له على طول بوضوح إن هي بتحبه وبتشكر الظروف إن هي جابته في حياتها، وقضوا الليلة كلها يتصوروا ويعملوا فيديوهات ويضحكوا سوا. وتاني يوم أول ما وصلوا القرية اكتشفوا إن أهل القرية عاملين حفلة عيد ميلاد لتاي هما كمان، وكان أهل القرية طايرين من الفرحة لما شافوا جيون وسطهم تاني. وفي وقت الحفلة الجدة قعدت تحكي لجيون عن أم تاي. من سنين طويلة أمه خدت تاي وهو لسه عيل صغير وجت بيه على القرية دي، فالجدة سكنتهم في بيتها وعملت نفسها قدام الناس إن هي محتاجة حد يساعدها في الشغل، بس في الحقيقة هي صعبت عليها الأم وابنها اللي لوحدهم دول. وأم تاي فضلت عايشة هناك لحد ما ماتت، وبعدها الجدة هي اللي كبرته وربته بنفسها. وبسبب الزهايمر وخرف الشيخوخة الجدة كانت ناسية ذكريات كتيرة، بس عيد ميلاد تاي كان من الحاجات القليلة قوي اللي عمرها ما نسيتها. كل سنة مهما نسيت كل حاجة التاريخ ده بالذات كان بيفضل في دماغها. وبعد شوية وبسبب ظروف شغلها جيون اضطرت إن هي تسافر سيول تاني، وودعت تاي ورجعت المدينة، بس مود وتصرفات تاي ما بقوش زي الأول خالص، وبقى طول الوقت مبسوط وبيضحك على أصغر الحاجات، وكانوا على طول بيتكلموا فيديو كول. وجيون وعدته إن هي هترجع تاني يوم وتقضي اليوم كله معاه هو وبس. وفي مرة وهما في الأسانسير تاي شاف جيون بتتكلم وبتتعامل وبتهزر مع واحد تاني، فغار عليها واتضايق واتنرفز جدا لدرجة إن هو ساب أكله ومشي، بس جيون مشيت وراه وحاولت إن هي تهديه. وفي الوقت ده جيون حكت له عن حاجة جديدة اكتشفتها في التحقيقات. لقت في مكتب رئيس العصابة سجل قديم مكتوب فيه أسماء أطفال اتولدوا في فترة معينة، ولما سألت رئيس العصابة عن السجل ده أنكر كل حاجة ومرضيش إن هو يتكلم. وقبل ما جيون تلحق تتبع الخيط ده وتمشي وراه رئيس العصابة هرب وهو بينقلوه في عربية السجن. فأول ما الخبر انتشر الكل فهم على طول إن هو رايح ورا تاي. وفي الوقت ده تاي كان رايح يزور قبر أمه، فهونغ جاله هناك وقال له إن رئيس العصابة هرب، وجريوا هما الاتنين بسرعة على القرية علشان يحموا الجدة ومرات هونغ. وأول ما وصلوا القرية لقوا رجالة العصابة مستنيينهم هناك، بس إن هما يهاجموا اتنين ملاكمين قدام وعندهم خبرة ده كان أسوأ قرار خدوه، لأن تاي وهونغ مسحوا بيهم الأرض وجريوا ناحية البيت، بس رئيس العصابة كان سبقهم ودخل بيت الجدة خلاص. وهناك عينه جت على صورة قديمة لتاي وهو صغير مع أمه وقعد يبص عليها ووقف شوية. وأول ما تاي دخل رئيس العصابة قعد يركز في ملامحه وحركاته وتعبيراته، وهنا بتظهر أكبر حقيقة في القصة كلها، وهو إن تاي في الحقيقة يطلع الابن الحقيقي والرسمي لرئيس العصابة. من سنين طويلة أم تاي سابت رئيس العصابة بسبب تصرفاته وطريقته. أيام ما كان ملاكم كان بيغش وبيحط حاجات صلبة جوه القفازات، وكان بيقول لمراته احنا محتاجين فلوس عشان العربية والسخان وبقية الحاجات.
ايه المشكلة لما نغش شوية؟ بس أم تاي كانت شايفة إن الملاكمة شرف وأخلاق وما ينفعش يقبل الغش ده. وبعد ما سابته اكتشفت إن هي حامل، وبعد ما ولدت تاي راحت لرئيس العصابة آخر مرة وهو افتكرها جاية تطلب فلوس، فطلع لها فلوس وقال لها خدي الفلوس وما شوفش وشك تاني. بس أم تاي رفضت إن هي تاخد أي مليم، وهي كانت جاية بس عشان شايفة إن من حق ابنها يشوف أبوه ولو لمرة واحدة في حياته، وهي ماشية وعدته إن هي هتربي ابنها إنه يكون ملاكم شريف، نفس الشخص الشريف اللي أبوه ما قدرش يكونه في يوم من الأيام. ودلوقتي رئيس العصابة استوعب إن الراجل اللي كان بيحاول يدمره ويقتله طول الوقت ده طلع ابنه هو، وبعدها الوضع بقى معقد أكتر. وفي لحظة تاي وقع على الأرض ورئيس العصابة رفع السلاح على دماغه وكان هيضربه، بس في اللحظة دي جيون دخلت وصرخت عليه علشان يقف، فرئيس العصابة سكت ووقف كام ثانية وفجأة رأيه اتغير تماما، ووجه السلاح على دماغه هو وبعد تاي عنه ونهى حياته بنفسه. ليه اختار يموت نفسه بدل ما يقتل ابنه؟ محدش قدر يفهم ده قوي، بس باللي عمله ده سلسلة العنف والدم الطويلة أخيرا انتهت. وبعد ما كل حاجة هديت الجدة ورت تاي حاجات كانت شايلها ومحتفظة بيها من سنين طويلة، قفازات الملاكمة بتاعته وهو صغير. فأول ما تاي شافه متأثر جدا فالجدة قالت له كلمة أخيرة، قالت له إنه شاف وجع وعذاب كتير في حياته ولازم يوقف إنه يفضل شايل النكد والحزن معاه في كل حتة، وقالت له إن هي عايزاه باقي عمره يعيش فرحان ومبسوط بجد. المرة دي تاي سمع كلامها واشترى ورد وخد جيون وراحوا عند قبر أمه، وهناك لأول مرة عرف أمه على البنت اللي بيحبها. وفي نفس المكان ده تاي طلب إيد جيون للجواز، العرض اللي جيون كانت مستنياه في السر من زمان أخيرا بقى حقيقة، وقبلت وهي طايرة من الفرحة. وبعد شوية اتجوزوا، والقرية كلها والناس اللي يعرفوهم من سيول جم يحضروا الفرح، وأهل القرية عملوا نمر وفقرات تمثيل تضحك، والحفلة كانت هيصة ومهرجان مكركب. بس المرة دي محدش كان فارق معاه حاجة لأن كل واحد كان فرحان من قلبه بجد. وأثناء الفرح ده حصلت حاجة جميلة جدا، الدنيا بدأت تمطر. طول حياة تاي المطرة كانت مرتبطة معاه بالذكريات الوحشة، مرض الجدة وضياع مستقبله في الملاكمة واللحظات الصعبة اللي قضاها لوحده تحت المطرة. بس في المطرة دي جيون كانت واقفة جنبه ومحدش جري ولا حاول إن هو يستخبى من المطرة. القرية كلها بدأت تلعب وتحتفل وتاي كان واقف وسطهم وبيبتسم. المطر اللي كانت رمز للوجع في حياته بقت دلوقتي أجمل ذكرياته. وبيخلص المسلسل وبس كده. ما تنسوش تقولوا لي رأيكم في التعليقات، ولو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك وتشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. باي باي.